يا مرحب بيكم في براح مع داليا حسام. المساحة اللامحدودة من الوعي والإدراك اللي هنعرض فيها على حضراتكم موضوعات مختلفة وضيوف مختلفة، هدفها تساعدنا نوصل للراحة والسلام والسكينة والاطمئنان. تقدروا تعتبروا براح هو المساحة الآمنة اللي كلنا بندور عليها، وإن شاء الله يكون المكان اللي نحب نكون فيه. النهاردة بقى هنبدأ رحلة جديدة ولكن عميقة، يمكن تكون من أهم المحطات اللي هتأثر في وعينا واتساع مداركنا. وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. رسائل الكون، رحلة معرفة من خلال سلسلة من اللقاءات عنوانها رسائل الكون. هنتعلم مع بعض ازاي نستقبل رسائل الكون لينا وازاي نفهمها، ازاي نمشي بانسجام مع الطاقة اللي حوالينا بدل ما نقاومها. هنتكلم كمان عن الكواكب وتأثيرها، وعن علم الفلك اللي هو يعني مش مجرد أبراج، لا لا لا، ده خريطة كاملة لروحنا. عن لغة الكون وإزاي نفك شفرتها. تقدروا تعتبروا كل حلقة هي محطة، وكل محطة رسالة، وانت بس اللي هتقدر تفهم الرسالة دي امتى؟ لو كنت حاضر بقلبك. فايه رأيكم ننطلق واحنا لسه كده في بداية الشهر، نتعرف مع بعض على طاقة الشهر، شهر مايو، وازاي ان حركة الكواكب بتأثر على مشاعرنا وقراراتنا وحتى علاقاتنا. هنتكلم عن التحذيرات اللي محتاجين ناخد بالنا منها، وكمان الفرص اللي ممكن نستغلها. هنسمع توصيات خاصة لكل برج، طبعا دي الفقرة اللي كلكم بتستنوها، علشان نعرف نمشي في الشهر ده ازاي بانسجام مع الكون مش عكسه، واللي هتقودنا في رحلة المعرفة والتواصل مع الكون من خلال سلسلة لقاءات رسائل الكون. يا ترى مين؟ ماستر نرمين الصيفي، عالمة الفلك والكواكب ومدربة الوعي الأنثوي. أهلا وسهلا. أنا مش مصدقة. أهلا بيك. رسائل كون جميلة والله. وأخيرا محدش عارف احنا بنضحك ليه، لان دي حاجة خلف الكواليس، بس ان شاء الله بإذن الله تكون الرسائل كلها عمق زي إن ما احنا شاء الله. متعودين منك. انتي بتقولي الكلمة تخبط فينا مم. تبرجلنا كده. فإن شاء الله بإذن الله تكون بردا وسلاما على الناس، إن شاء ويكون الله. الهدف الأساسي إن هم يكونوا ماشيين في انسجام مع الكون، لأن اللي بيحصل أكيد العكس، لما نكون مش فاهمين ممكن نمشي في طريق عكسي ونرجع نقول هي الدنيا كلها عليا ليه. بالظبط. طب يا نرمين، لو هنبتدي في الأول خالص، تعالي نبدأ كده إزاي نفهم الناس ببساطة، ببساطة أوكي. بشكل مبسط جدا. إزاي يعني حركة الكواكب بتأثر علينا؟ إيه شكل الاتصال اللي بيتم بيننا ده؟ هو من الأساس هو الاتصال موجود. أنا ببساطة شديدة أنا جوه الكون يا إلوها، أنا جوه الكون، فأنا جوه هذا الشيء طبيعي أبقى متصل بيه مم. بديهيا، سواء أدركت أم لم أدرك، سواء أنا واعي أو مش واعي، فاهم قابل رافض، دي مشكلتك دي. لكن أنا متصل مم. لأن أنا بطبيعة الحال أنا جوه الكون. الكون مني وأنا من الكون. الكون كتاب الله المشهود، مم. أنا جواه. أوكي، هي عميقة شوية، قلتها ببساطة، مم. محتاجين نتأملها لأنها بس فعلا موجودة. حقيقية مم. حقيقية، إحنا لما بنتخيل إن دي حاجة بعيدة، يعني أنا إيه علاقتي بالكواكب البعيدة دي؟ لأ، هو أنا الدنيا مش بعيدة كده، إحنا كأننا في أوضة صغيرة وكل حاجة أنا فعلا عايزة متأثرة أفاجئك ببعضها. إن المريخ ولا الزهرة اللي بعاد دول هم مش بعاد، هم فيا. يعني أنا لو جيت أقول لك المريخ صفاته إيه، هتقولي لي نار، حديد، عنف، شجاعة. طب ما ده فيا. القتال، الشجاعة، الحزم، المبادرة، دي مم. كلها طاقات مريخ ما فيا. ده غير إنه موجود في جسمي أنا نفسي، وهكذا كل الكواكب وهكذا كل الأبراج. يعني فعلا إحنا انعكاس للكون، مش هو الانعكاس لينا بس، يعني مش الأحداث الخارجية دي انعكاس برافو. لداخلنا، لأ بالعكس، ده كل اللي جوانا هو كمان بينعكس على البره. بالظبط بالظبط. وجزئية إن إحنا جوانا الكواكب دي بالنسبة لي جديدة، دي عايزين نسرد لها كده سلسلة لوحدها، حاضر. سلسلة تعليمية علمينا يعني شوية، أعطينا حاضر. مما أعطاك الله. طيب إحنا طبعا في بداية الأسبوع الأول من مايو، فعايزين نبتدي كده عموما بشكل عام طاقة الشهر شكلها إيه، من يعني بشكل عام، ونبدأ مهم. بقى ندخل في الأسبوع الأول اللي عدى منه كام يوم كده، بس نقول لغاية آخر الأسبوع هنلاقيه. بصي احنا كلنا حسينا
ده يا رب يكون كلنا، عشان دي حالة إن إحنا معناها إن إحنا كلنا متصلين يعني. إمم. بس إحنا already طاقة مايو دخلت بعواطف، في مننا اللي افتكر حاجات قديمة، ممكن علاقات قديمة تكون رجعت، تمام. العلاقات الرومانسية أو العاطفية عامةً خدت من تفكيرنا وتركيزنا شوية. ده الفترة اللي فاتت الفترة كام اللي يوم دول؟ فاتت إمم. هنبدأ نخش على شوية تنظيم. إمم. يعني الطاقة 5 أيام اللي فاتوا كان فيها شوية تحسي إنها مراجعة روحية وعاطفية أكتر. إمم. اللي جاي هيكون محاولة للتنظيم. إمم. يعني لو أنا مش عارف أنظم أفكاري، مش عارف أنظم أهدافي، مش عارف أنظم، أحاول. إمم. يعني حط البذرة وهتلاقي الدنيا بتمشي معاك. جميل. دي طاقة الأسبوع. طيب اللي باقي وطاقة من مايو الأسبوع بشكل عام، طاقة مايو بقى. إيه اللي هيكون الطاقة المسيطرة علينا؟ هنميل لإيه؟ بتحذّرينا من إيه مثلًا لو تحبّي تحذّرينا؟ بُصّي بقى، أنا بمجرد أنا كمنجمة، مجرد ما أسمع أو آخد بالي أو أعرف إن زحل هيبدأ يتحرك، زحل إمم. كوكب الكارما، كوكب الزمن، كوكب التحديات، كوكب المسؤولية، كوكب المشاكل، إمم. التُقل اللي بنحسه في حياتنا وفي نفسنا بيبقى بسبب زحل. أول ما باسمع إنه هيتحرك على طول لازم أحذّر وأنبّه، وإحنا إمم. معانا وقت. هيبدأ يتحرك من 24 مايو. لسه لسه شوية معانا حلوين وقتنا. أهو. إمم. وبعدين زحل حركته بطيئة، بس إحنا بنحس بيه لإنه ترابي وإحنا من التراب، إمم. فأقرب واحد لينا نحسه بسرعة. فنبدأ ناخد بالنا من إيه؟ لو أنا هو زحل في الحوت دلوقتي، وهيبدأ يخرج من الحوت، ده اللي هيقلل الثقل والوطء والمسؤولية والتُقل اللي كان حاسه برج الحوت إمم. شايل ومحمّل. والله العظيم أنا حاسة بيه. حاسة بيّا والله، حاسة بيّا يحس بيك ربنا. يعني الحمد لله زحل ماشي لسه 24 مايو، إحنا قاعدين شوية، بس لأ، لأ، دلوقتي أنتِ هتقولي نعمل إيه؟ آه، هيبدأ يخش في الحَمَل. إمم. طَب الحَمَل نار، زحل تراب. فأنا عندي نصيحة قوية جدًا، لو أنا عندي آآ زحل لمّا كان موجود ادّاني دروس تقيلة، ما فيش واحد مننا ما واجهش دروس تقيلة. إمم. اقعد مع نفسك دلوقتي، أنت لسه قدامك وقت أهو. يعني هو دي الطاقة دي علينا كلنا مش الطاقة كده؟ دي علينا كلنا، إمم. فأي حاجة أنا عاوز أراجعها بُصّي الكلمة اختبرت فيها، إمم. حسيت بتُقل، لإن زحل بيسبب تُقل نفسي، شعوري، ذهني، إمم. جسدي، حتى في أي مجريات. أوكي، دي أول حاجة أبدأ أراجع نفسي، لإنه هيطالبني بالمبادرة، التنفيذ بقى، تنفيذ، حَمَل. فين؟ مسؤولية، في شيء أنت المفروض اختبرت فيه، اتعلمت. برافو، اتعلمت فيه وخلّصته، أنا اديت لك فيه دروس ودرّبتك. طب ولو ما كنتش اتعلمت أو أدركت الدرس وزي ناس كتير يعني بيبقى إمم. مش فاهم، الدرس يتعاد بقى بشكل أبشع وأصعب؟ بُصّي، حتى لو إحنا مش فاهمين هنا، فهنكون فاهمين هنا. إمم. أوكي، في فطرة والفطرة خِطرة، إمم. تمام. والله. حلوة دي. ف إحنا بنبقى في الآلية بتظهر مننا، إمم. حتى لو أنا مش فاهم يعني إيه زحل، يعني إيه الكواكب، يعني إيه الكلام ده كله، بتظهر. أول ما أنا هاتكلم وأقول لك تحدي، مشكلة، تُقل، جواك هتقول ضربت. إمم. أنت عرفت التعليم جه فين، جه في معنى إيه، إمم. جه في قيمة إيه، جه في شعور إيه، جه في إمم. إحساس إيه. يعني مثلًا تقصدي لو تحدي معيّن في علاقة معيّنة أو تحدي معيّن في الناحية المالية والفلوس وكده، يعني في جزء معيّن جانب في حياتي أنا بقى لي كتير باعاني فيه فهو الدرس فيه، صح بالضبط، كده؟ بالضبط. طيب عايزين بقى نعرف تحرُّك زُحل صح؟ إمم. من الحوت للحَمَل تأثيره إيه على كل برج؟ واحدة، واحدة كده عليه. هاقول لِك. أنا هاموت وأشوف النوتة دي فيها إيه، حاسة كده إنها لأ. فيها العلم كلّه هنا، أسرار. بُصّي، أولًا زحل في الحوت قال لنا واجهوا مشاعركم العميقة وابنوا حدود صحية. إمم. المفروض ده تكون اتعلمناه، كلنا. المفروض. والحوت أكتر حد والّا إيه؟ الحوت أولهم.
عيني عليا. موجود فيه. الحمد لله قاعد اتعلمت قاعد والله. فيه. ده أكتر برج اتأثّر إمم. حرفيًا. وخُدي بالِك برضه هو الحوت موجود عندنا كلّنا، إحنا عندنا حاجة إمم. اسمها خريطة فلكية، فأنا عندي برضه حوت، إمم. في منطقة في حياتنا فيها الحوت، حتى لو كانت شمسي مش حوت، إمم. واصلة لِك؟ إمم. البرج التاني اللي بُصّي صعبان عليّا، أول ما حد بيقول لي البرج ده بابقى عايزة أطبطب عليه والله العظيم، العذراء، إمم. نعذرهم ونطبطب عليهم، نستحملهم. جرى لهم إيه؟ أكتر ناس لأ، اتأثّرت؟ اتأثّرت جدًا، جدًا، إمم. لإن الزُحل حاكم تاني للعذراء، آه. تمام، والطاقة قريّبة منّه أوي. الجوزاء، الجوزاء واجه مشاعر عميقة، حرّر حاجات كتير، تعب، تعب في إمم. فترة زُحل الحوت تعب. كمان القوس، القوس مش هينفع متشلفط. حبيبي يا جايب قوس. آخره. اللي يشوف بلاوي القوس هنا ليه بلبس اللي الحوت. عنده قوس في حياته أي شخص هيبقى عارف أنا باقول إيه، إمم. أوكي، ده تأثير مباشر، دول الأبراج دي أكثر الأبراج تأثير تأثيرًا يعني direct. من وجود زحل. عندنا بقى السرطان، العقرب، الثور، الجدي، تمام، اتأثّروا حاجات عاطفية وروحية deeply. إمم. يعني القوس أنتِ شايفة مشكلته، الحوت أنتِ شايفة مشكلته، لكن سرطان، عقرب، ثور، جدي دول مشاكلهم يا عيني إمم. جوّانية مش بقى، واضحة كده. لأ من جوّه، إمم. تمام، وكلّها بهدف إيه، التطوّر والنضج والنمو الروحي. طيب ده اللي كنا عليه، من أول بقى 24 حمادة تاني خالص. حمادة تاني خالص. ادخلي بقى علينا بقى بالحاجات الحصري دي. زحل الحمل هيقعد لحد الشهر ال7 إمم. وبعد كده يرجع الحوت تاني، أهلًا وسهلًا بيك. هنتنفّس أهو، هناخد الحمد break. لله ادّانا الحمد break الحمد لله، لله. تمام، فدي تعتبر بداية دورة في الانضباط والإدارة. إمم. اللي عايز أو جات له دروس يضبط حياته، يضبط علاقاته، يضبط علاقته بالمال، تمام، لإن زحل كارمي، ده قصاد ده، فكلنا اتضربنا في المال، إمم. في حاجات في الشغل وقعت، في مش عارف إيه، هييجي بقى زحل الحَمَل يقول لنا مش إحنا اتعلمنا، يالّا ورّيني، فهيدّيكِ اختبار، إمم. تمام، وأنتِ قدّه والّا لأ، نجحتِ والّا لأ، هتيجي فرص، سواء فرص في العمل، إمم. حَمَل بقى نار، يبقى أنا باتكلّم في حاجة فيها ظهور، حاجة فيها active فعل، إمم. هتيجي لي الفُرَص فيه، أوكي، سواء مهنة، عمل، سفر، تعليم. جميل، جميل ده. بس يعني بعد ما نتضرب في الخلاط هنطلع جاهزين بقى إن إحنا ننفّذ نفتح أصلًا قلبنا للفُرَص نشوفها، اهم، ونبدأ ناخد قرار زي ما قُلتِ بالانضباط، ولوحدنا من غير قرار. أنتِ بتقولي الفطرة خِطرة، يعني هي لوحدنا هتقودنا للتنفيذ. صح، ما نعاكسهاش بقى، ما نروحش تاني نجري نروح لمنطقة الراحة بتاعتنا اللي كنا متبهدلين فيها دي فاكرين إن ده الطبيعي، هو ده ما كانش طبيعي، ده زي ما قُلتِ كده كان فترة تعليم درس. بالضبط. دلوقتي بقى سمّع. خُدي بالِك من حاجة برضه، زُحل الحَمَل بانصح الناس كلّكم بجد والله العظيم المرونة، إمم. المرونة، إحنا بقينا قافشين أوي يا داليا، قافشين، مش عايزين نتغيّر، إمم. مش عايزين نتزحزح. زُحل الحَمَل هيضرب من حديد، زُحل الحوت كان حنيّن، هو كده حنين؟ والله العظيم، لإنه موجود هو مكانه ما كانش طبيعي، بس هو مش طبيعي أكتر في الحَمَل، إمم. تمام، فإحنا عندنا اللي جاي لو أنا مش قد مثلًا الظهور أو الصعود مع حبيبتي داليا حسام حبيبة قلبي. وبرنامج مش قدّه، تمام، مش هييجي لي خالص. إمم. فالفُرَص هتظهر لمستحقيها. بالضبط، أنت قادر، أصل ده حَمَل، نار، إمم. قدرة، أنتِ قادرة على السهر والسفر هتيجي لِك الفرصة، إمم. مش قادرة شايفة إن حتى لو أنتِ مش شايفة بس والناس بتقول لِك إن أنتِ قادرة، بس أنتِ مش شايفة، إمم. مش هتيجي. إمم. فدي نصيحة، المرونة، انزلوا بالمستوى الطاقة، خفّضوا الحِدة مع النَفْس، دي المرونة، إمم. بس. عشان نقدر فعلًا نوصل زي ما أنتِ قُلتِ لتحقيق الأهداف اللي إحنا طول الوقت
يعني الباب مفتوح لتحقيق أحلامنا والفرص موجودة، عشان بس نقدر إن إحنا نستعد لاستقبالها، وإن إحنا ناخد القوة كده والعزم على إن إحنا ننفذ نسخة جديدة أو نوصل لنسخة جديدة. محتاجين زي ما أنتِ قُلتِ يبقى في مرونة مع النفس. أنا قُلت كده ألخّص يعني. خلّيني أقول لِك بقى سريعًا، أصل هو طاقة مايو مش زحل بس، لأ إحنا كمان عندنا المشتري موجود في الجوزاء يوم 18 مايو، تمام، وهيعمل زاويتين تُقال. 18 مايو. 18 مايو إمم. عندنا زاويتين تُقال المشتري هيبدأ يعملهم مع كايرون وراهو أو العقدة الشمالية، ده هنشرحه. أورانوس هيفضل مستمر في الطور. عطارد هيتحرك 3 مرات. في الشهر ده؟ إمم. برج هيخش برج الحمل، هيخش برج الثور، هيخش برج الجوزاء. الناس اللي عندها شغل فيه مراسلات يستنوا معلومات عطارد، زي كده ليه، زي أنا كده، تمام. الناس اللي عندها فلوس برّه، الناس اللي بتدرس، الناس اللي بتعلم، يستنوا معلومات زحل. زحل سوري عطارد. عطارد اتحرك فين؟ متراجع، اتقدم، لأن عطارد في الحمل هيطالبني بالإنجاز. هتلاقي فيه أقول لِك إيه، هو هيكون في موتور. الحمل إمتى؟ آآ 18؟ هو موجود أساسًا. دلوقتي موجود. هيبدأ يتحرك ويخرج من الحمل على 9 أو 10 مايو. إنما تمام. إحنا دلوقتي حاسين بطاقة حماس وعايزين ننجز. بُصّي، في إنجاز، في حماس، في موتور شغال. عايزة أقول لِك أنا حاسة بالطاقة دي فعلًا. طيب والأسبوع بقى من أول ما ينتقل إيه اللي هيحصل؟ هيروح لنا في قولي من 10 مايو ل11 مايو، في الفترة دي برج الثور. خدي بقى لو في حد ليكِ عنده حاجة هتلاقيه بيجيبها لِك. يا سلام. والله العظيم. الناس اللي ليها استثمارات في أراضي أو عقارات هيبقى في مكاسب. هيبقى في مكاسب. جميل. والخسارة لأن عطارد تسبب في خسارة عند بعض الناس وتأجيل وتأخير أموال كتير أوي الفترة اللي فاتت، في فلوس واقفة كتير عند ناس، تمام، لأ هتبدأ تتحرك بسرعة كمان. من أول 10 و11؟ تمام. كمان هيبدأ يتحرك في 25 مايو في برج الجوزاء. بتخضيني أنتِ لمّا تعملي كده، والله بابقى خايفة. إيه اللي هيحصل؟ يعني تعبير، قدرة طب للتعبير، جميل. إنجاز متوازن بالذات للناس المتكلمة والمتحدثة. من أول كام؟ 25 مايو. حلو أوي. أوكي. أنتِ يعني غالبًا يعني طاقة الشهر أنتِ بتقولي آخر أسبوع في الشهر هيكون فيه انفراجات كتيرة جدًا. بالضبط. بس إحنا عندنا زنقة هتحصل في النُص. ما نُقعش، أديني قُلت أهو، ما نُقعش. هتبقى أكتر من اللي اتزنقناها، إحنا متعودين ياما دقِّت على الراس. كمان عندنا الزهرة هي المفروض تكون دخلت الحمل خلاص في 30 أبريل. إحنا حاسين بطاقتها دلوقتي. في مبادرات زي ما أنا قُلت الناس اللي عايزة تصالح. لأن أنا قُلتها من فترة، ما أعرفش شُفتِ الفيديو والّا لأ يا داليا، والله ما بقت مستاهلة بجد. والوقت بيجري بسرعة. الوقت ناخد بالنا، الزمن بيجري أسرع مما نتخيل دلوقتي. كلنا بيتهيأ لي حاسين بدل اليوم بقى قصير ونقول إيه ده عدّى بسرعة أوي الأسبوع ده، فهي فعلًا الطاقة دي واضحة. بس أنتِ اللي بتوضحيه للناس إن الطاقة دلوقتي مناسبة جدًا إن إحنا نتصالح مع الأطراف اللي إحنا على خلاف معاهم. يعني الكون بيدعم الاتجاه ده، بس أنت انوي خُد خطوة كده وهتلاقي الدنيا كلها متيسرة. أكيد. طيب قُلتِ إن عطارد هيعمل 4 انتقالات، إحنا اتكلمنا كده على انتقالين. 3. 3. وقُلنا ال3. قُلنا ال3. طيب عايزين بقى نصائح وتحذيرات لكل الأبراج على مايو بشكل عام. طيب أولًا خلّينا نبدأ بالنصايح والّا بالتحذيرات؟ بُصّي هو كله مع بعض. الصفحة عندِك فيها إيه؟ الاتنين. طيب خلّينا نبدأ مع الحمل. الحمل هيبدأ يركّز على نَفْسه. أنا بقى، بُصّي عارفة الحمل عنده أنا دي بتيجي بس بيحاول إيه، يزُقّها لورا شوية، تمام. بس دلوقتي لأ، هيبدأ يقول أنا فين، أنا عايز أنا عايز أخرج، أنا عايز أقابل صحابي. هيفوق. بالضبط. هيركّز على وقت فراغه وإنه يوجد استمتاع أكتر
وأنا بانصحه إنه يعمل كده عشان يقلل من الضغط اللي كان عليه برج الحمل. إمم. أوكي، لبّي احتياجاتك يا برج الحمل، أديني الرسالة باقولها لك. واضحة ومش هنوضّح أكتر من كده. لبّي احتياجاتك، والله لو عايزة شوكولا، لو عاوز تخرج تقعد على القهوة، اعمل إمم. كده، اعملوا كده، بجد هيفرق معاكم 360 درجة. العُزّاب أو اللي انفصلوا أو الsingle عمومًا يحذروا الاكتئاب، إمم. يحذروا الأفكار السلبية والطاقة السلبية. اللي عندهم شركاء ممكن يحصل خلافات بس هتحلّها كلمة، تخيّلي! يعني الحَمَل ممكن تقوم عنده قومة بس في يبقى عارف العلاقة إنها الدنيا تبقى بسيطة أوي في الصلح. بسيطة إمم. جدًا. في إلهام لبرج الحمل، إلهام، فكرة فيها إبداع أو شيء فيه إبداع، هيوصل له في نُص مايو، إمم. هتفتح له حاجات كتيرة أوي. حلو. عنده فرص قوية أوي برج الحمل في بناء علاقات جديدة وقوية، وهي بدأت already في أواخر أبريل. حلو أوي. يعني أديني حذّرتك أهو يا برج الحمل وقُلت لك حاجات إمم. حلوة. طيب برج الثور، برج الثور هيحس شوية إنه ثقته في نفسه زادت، حَس بنفسه زيادة. إمم. تمام. هيدوّر على استقلاليته، هو على طول مستقل برج الثور سواء راجل أو ست، بس هيدوّر عليها ويركّز عليها ويبقى عايزها ويشِم بس استقلاليته فين وتلاقيه إيه، ماشي إمم. وراها. عنده فرص برج الثور لحل مشاكله، جميل. كتير جدًا هتظهر له، بس برج الثور خصوصًا الستات للأسف هيشعروا بمشاكل نفسية تجاه أولادهم، إمم. يعني هيبقى كأن في هيراجعوا نفسهم مثلًا على اللي هيبقى عملوه؟ في ضيق صبر تجاه آه. العفوية والطفولة اللي موجودة عند الأطفال، إمم. فدي احذروا منها بالذات للأمهات. إمم. خدوا بالكم من حاجة، برج الثور مَر بحاجات فيها فشل إمم. كتير الفترة اللي فاتت دي، بالذات من أول 2022. خُد بالك يا برج الثور إن أي حاجة فيها فشل هتبدأ تُختبر فيها أنت اتعلمتها والّا لأ، إمم. ولو اتعلمها ونجح هياخد مكافأة، هيدخل على مرحلة أجمل بقى هياخد حاجة فيها. حلوة، إمم. حاجة نضيفة. الجوزاء، الجوزاء تعب الفترة الأخيرة دي، يعني السنة اللي فاتت تعب أوي، وأغلبهم مَر بمشاكل نفسية أو صحية، هيحسّوا إن هُم بيطالبوا نفسهم وبيطالبوا الآخرين والكون بالتعويض، إمم. يعني هتلاقيهم بيتكلّموا، لو هو ما كانش بيتكلّم أو كان هو مستسلم بقى للوضع، هو دلوقتي بادئ لأ أنا عايز الوضع يتغيّر. هتلاقيه بيقول لك لأ أنا عاوز كذا، ليه؟ عشان أتعوّض، عشان اللي أنا مرّيت بيه. برج الجوزاء اصبر وتفاني شوية، وإن مع الصبر فرج عظيم، جميل. اصبر، بجد والله. ما تحاولوش تصلّحوا حاجة باظت، إمم. دي نصيحة. الجوزاء لو حاول يصلّح حاجة بايظة هيبقى بيصلّح حاجة هنا، هتبوظ حاجة هنا، ده أنهي وده ما وقت؟ ينفعش يتصلّح. عمومًا الشهر ده؟ لأ، ده عمومًا الشهر، أصلًا هو لإن كان. الجوزاء عنده انتقالات كتير أنتِ خدتِ بالِك؟ إمم. مش عارفة المشتري، بعد كده عطارد، لأ الجوزاء عنده حركة عالية، إمم. ما يحاول يستسلم، تعرف تستسلم؟ استسلم. إمم. كمان ياخد باله من الشِرا، خدي بالِك من التعويض اللي قُلنا عليه، هو هيحاول بشكل لا واعي الجوزاء إنه يعوّضها في المشتريات، إمم. فياخد باله خصوصًا الستات، إمم. تمام. والرجالة ما تشتريش أي حاجة فيها أموال عالية أو كده خالص، فيها طب ده بذخ خبر جميل والله. أو غير بتخدمه، يعني لو هي إمم. مش بتخدمه ما يغامرش، إمم. بس كده. السرطان، السرطان هيحاول يمارس التسويف شوية، إمم. هيأجّل، 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 ويحُط ورا ضهره كتير، لدرجة إنه ممكن يتعب نفسيًا لمجرد إن ورا ضهره حاجات كتير، ما هو المفروض إن هو load ينفّذها. بقى على ضهره فعلًا. بالضبط. تنصحيه بإيه؟ آمم، أنصحه إنه يبعد شوية عن المثالية، إمم. اللي قاعد مع أصحابه وعشان المثالية فهو اللي بيصرف، إمم. ففلوسه بتخلص، تمام. فييجي مش عارفة إيه، المثالية أحيانًا بتخلّي برج السرطان يعمل حاجة هو مش عايز يعملها. بالضبط، إمم. وتدخّله في بندولات مش بتاعته. فأنتِ شايفة إن أفضل شيء يركّز عليه الفترة دي علشان ما يروحش للمساحة اللي بنقول عليها مش هتبقى لطيفة بالنسبة له، إن هو يبعد عن المثالية.
يبعد عن المثالية، يقللها شوية، تمام. تمام، وما يكبتش مشاعره لأنها تتحول لعنف. إمم. دي نصيحة وتحذير. هياخدوا شوية استراحة من الانفعالات اللي حصلت معاهم في الفترة المؤخرة، إمم. استراحة. جميل، حلو. برج الأسد هينشغل بأمور خاصة جدًا، هيبقى مشغول شهر مايو، ما حدش يرن على برج الأسد مش حد هيلاقيه. معانا هنا في الlocation أسد، اسمع بقى. وهينشغل في أمور عائلية، أوكي، وممكن حاجة تحصل، ودي حصري، ممكن حاجة تحصل عند برج الأسد تغيّر حياته. حاجة حلوة والّا إيه؟ الله أعلى وأعلم، لإن برج الأسد درجات 30 درجة، فأنا ما إمم. أعرفش هو أنت هتاخد أنهي، درجتك إيه، إمم. كميتك إيه، تمام؟ في أخبار حلوة هتوصل لبرج الأسد، ونصيحة يا برج الأسد ما تخافش من الفرحة، أنت أكتر حد بتحب الكاريزما، بتحب الحضور، بتحب طاقتك تبقى واضحة، بس عندهم حتة كده خايف من الفرحة، إمم. طول ما أنت خايف من الفرحة مش هتيجي لك. افتح قلبك آه، كده و انشرح كده. وتأكد إن أنت تستحقها. العذراء هيبقى عنده تعطُّش للمعلومات، إمم. وعاوز يعوّض بقى، بُصّي التُقل اللي كان حاسس بيه، لأ عاوز يعوّض، إمم. عاوز يعرف أكتر، في منّهم هيسافروا، هيدرسوا، هيستغلّوا حاجات إمم. كتيرة أوي في ظهرت طاقة قدّامهم. تعلُّم وطاقة تجارب جديدة. بالضبط. إمم. نصيحة يكون صريح ويتجنّب مشاكل العيلة، لو لقيت مشكلة في العيلة اهرب، إمم. تحذير ما لكش واضح. دعوة بيهم خالص. الميزان، الميزان عنده احتياج قوي جدًا دلوقتي في شهر مايو إنه يركّز مع الشريك، الميزان. الشريك الميزان الشريك، يركّز مع الشريك علاقته سواء راجل أو ست. العاطفية، إمم. والمنفصلين يركّزوا هو عاوز إيه، إمم. الشريك عاوز إيه، أو حتى with yourself، تمام، يعتني بصحته، احتمال يتعرّض لشيء يخُص الكلى إمم. أو الحساسية أو الجلد، فياخد باله ويعزّز شعوره بالاستقرار. جميل. العقرب أي حدث هياخده على مشاعره، هيبقى حساس جدًا طول شهر مايو، ليه كده بس؟ عندنا والله اللي عندنا عنده عقرب عقرب في يبعد البيت، عنه. في بيتنا عقرب، آه، فالله يطمنك. هيبقى بُصّي الحساسية عنده مرتفعة، إمم. وأي حاجة لو إبرة وقعت هيقول أنتِ وقعتيها عشان تضايقيني، إمم. لأ، ده إحنا فاهماني؟ داخلين على شهر زي الفل. فنحاول إيه ونصيحة للعقرب، ركّز، مشاعرك فياضة دلوقتي، ركّز على الروحانية، إمم. اشحنها. ل هي دي اللي هتدّي الbalance أو التوازن بقى. يس، هي دي اللي هتوازن العقرب وتهدّيه. تمام. أوكي، لإن مشاعره متدفقة، بس العقرب عنده اختبار في علاقات طويلة المدى، إمم. يعني أي علاقة طويلة المدى عدّى السنين، تمام، هييجي له اختبار فيها، إمم. يوازن مشاعره عشان يقدر يمُر من بسلام. الاختبار. إمم. القوس ياخد باله من التوقعات المُبالغ فيها، يحاول يوضّح أكتر بالكلام والشرح للشريك هو عاوز إيه، إيه اللي بيضايقه، إمم. يتكلم أكتر، يبعد عن العادات السيئة، هتيجي له وقت إنه يعمل كده. هو انشغل الفترة اللي فاتت القوس عن حاجات كتير، هيُفاجأ في مايو إن في حاجات كتيرة أوي عدّت منه. فايتاه. إمم. آه، الجدي في أهداف عنده هتتحرك، وكوكب المريخ هيساعده، وهيقول له لأ أنت ريّحت إمم. أوي، إمم. وأنا ما رضيتش أدعمك الفترة اللي يعني طاقة فاتت، التعطيل اللي كان بيعاني منها دلوقتي خلاص في هتبدأ انفراجات. تمام. تتحرك. حلو. ممكن يقسو على نفسه شوية برج الجدي، بس يحاول يوازن ما بين الشغل. ويعرف إن الباب مفتوح دلوقتي للفُرَص، باقي إن أنت بس يالّا ابدأ. بالضبط، بس نصيحة لبرج الجدي ما تتوقعش مساعدات من حد. والله كل الأبراج. الدلو. قبل الأخير الدلو، شوية هيحس بفوضى في العلاقات، في شوية إمم. دربكة، في أفكار تخُص حد من الماضي هيرجع، إمم. الtoxic بقى يعني الحد ده والex هيرجع والّا الأفكار لا، والحنين لا، لأ، هيرجع؟ أشخاص، إمم. أشخاص هيبدأوا يرجعوا من الماضي، وهيحاول يغيّر حاجات كتيرة أوي في حياته. إمم. القمر مأثّر على برج الدلو بشكل كبير جدًا، ياخد باله من الحساسية ويهتم بالvitamins. الحوت وختامه مسك، هييجي له فرصة اللي هو هيُقف شوية كده، هو أنا راضي؟
وأنا سعيد وأنا مرتاح، بالأخص في علاقاتي. ممكن يندم على حاجة تخُص الماضي، بس الندم هو شعور بيقول لي إن أنا هنا أنا محتاج أطلق سراح، يعني الندم جاي يقول لي ده. أوكي. ممكن يقلق ناس حواليه عليه من كتر ما هو شارد ذهن مثلًا، أو بينشغل كتير أو حاجة، يقلق ناس اللي بيحبوه حواليه. عليه. نصيحة: الكلام الواضح هو السبيل الوحيد، ويسترخي مع أقرب المقربين ليه. شوف يا برج حاضر، الحوت، أقرب واحد هاعمل ليك كده. مين واسترخي معاه. وادي كده الأبراج. بجد يعني عارفة حطيتِ كل واحد on track، كل واحد فينا بقى فاهم الأبراج والكواكب وكل ده بيدعمك لأنهي طريق وبيحذّرك من أنهي طريق، فنوّرت لنا الشهر كله. عايزين بقى الحلقة اللي جاية إن شاء الله ندخل بقى بعمقنا في إزاي نفهم رسائل الكون، عشان الحتة دي أصلًا فاكرة لمّا بدأنا نتكلم على إن إحنا نعمل سلسلة رسائل الكون، كنتِ يعني عندِك طاقة كبيرة أوي إن أنتِ توصّلي للناس افهم كل حاجة حواليك بتكلمك، باقي إن أنت تسمع بس. فالجزئية دي مهمة جدًا. النهارده بدأنا بطاقة الشهر، والمرة الجاية إن شاء الله تكون حلقة عميقة نوعد الناس إنها هتكون في الجون إن شاء الله. إن شكرًا شاء يا الله. نرمين. العفو حبيبي. وبكده خلصت حلقتنا الأسبوع ده، ونشوفكم الأسبوع اللي جاي على خير. انتظروا حلقة قوية جدًا، جدًا، جدًا. مع ألف سلامة.